الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في دراسة علم التجويد عبر لوائح ضوئية، والذي نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يرزقنا فهمه وأن يعيننا على تطبيقه، إنه على كل شيء قدير. وقد أخذنا في الدرس الماضي مخرج الجوف، وتكلمنا أيضا عن مخرج الحلق، وأخذنا بعض مخارج اللسان. ذكرنا من مخارج اللسان أو الأحرف التي تخرج من اللسان مخرج القاف، وبعده الكاف، وبعده الجيم، وبعده الشين والياء غير المادية. ونظرنا مقارنة بين مخارج الجيم والشين والياء غير المادية، وتجاوزنا ذلك إلى مخرج الضاد وانتهينا منه. واليوم ما سنراجعه هو الكلام عن مخرج الضاد. نراجعه لأمرين: الأمر الأول تثبيتاً للدرس الماضي، والثاني نراجعه حتى يتسنى لمن لم يفهم
في المجلس السابق أن يحضر ذهنه وأن يصغي وأن يسأل الله سبحانه ويدعوه أن يرزقه فهم هذا الدرس. طيب، مخرج الضاد: يخرج الضاد من حافة اللسان مع ما يجاوره من الأضراس العليا. يخرج من حافة اللسان مع ما يجاوره من ماذا؟ من الأضراس العليا. ويقصد بالحافة هذه، يقصد بالحافة هذه، وهذه أيضا الحافة، وهذه أيضا. ويقصد بقوله والأسنان ما يجاور الحافة إذا التصقت من الأسنان، وهذا واضح. فاللسان وهذه حافتيها تنطبق في هذا المكان. والانطباق هذا قسمين: انطباق فيه ضغط، وانطباق فيه ملامسة. انطباق فيه ضغط وقوة، وانطباق فيه مجرد ملامسة. طيب، فالمكان الذي يلامس هو أدنى الحافة. هذا المكان ماذا يسمى؟ أدنى الحافة، مكان أصغر. وهذا ماذا يسمى؟ الحافتين، الحافة اليسرى والحافة اليمنى. وهذه المنطقة منطقة ماذا؟ ضغط. ما معنى كلمة ضغط بلغتكم؟ طيب، ممكن أخبرهم بذلك. قل لهم هذا المكان منطقة كذا، وهذا المكان منطقة كذا. Dia lengket, lidahnya lengket, hijau sama hijau itu ditekan. Tapi kalau yang kuning dia lengket juga, tapi nggak ditekan. وصلت المعلومة؟ طيب، إذن لو قال لك قائل اللسان ترتفع إلى الحنك فتلامس مكان وتضغط على مكان، فما هو المكان الذي تضغط عليه؟ الحافتين اليمنى واليسرى. وما هو المكان الذي تلامسه مجرد ملامسة فقط؟ أدنى الحافة، أدنى الحافة. طيب، هذا هو شكل خروج الضاد. أعيدها. ذكرنا لكم البارحة أن من الخطأ أن يقول الناطق للضاد ضاد، يقول ضاد، فهذا نطق ماذا؟ نطق ضاء ولم ينطق ضاد، فهذه خاطئة. كما لو قال ولا الضالين ولا الضال، هذا خطأ.
والخطأ الثاني أن يقول دار فينطق دالا مفخمة ويقول ولا الضالين. ينطق دالا مفخمة، ماذا يقول؟ ضالين. نريد أن تطبق الخطأ في الدال المفخمة. كيف؟ أحسنت. وهذه صح أو خطأ؟ خطأ. لماذا خطأ من حيث المخرج؟ طيب، ما اللسان لا تنطبق بأكملها الحافتين، وإنما ينطبق رأسها فقط، دا فقط، دا. لكن إذا أردت أن تنطق الضاد فارفع لسانك بأكمله، ضا ضا أض ولا الضاء. هذه هي الضاد، هذه هي الضاد. والضاد سميت اللغة العربية بلغة الضاد، وهناك حديث ضعيف ألا وهو أنا خير من نطق بالضاد، وهذا حديث لا يصح. وأما اللغة فتسمى لغة الضاد، نعم، لأنه لا يوجد في أي لغة هذا الحرف، وفيه من الصعوبة ما فيه، وبه ماذا؟ يفرق السامع بين المتعلم للمخارج وغير المتعلم. وللعلماء كلام في حكم الصلاة خلف من يقرأ الضاد بالضاء، فيقول ولا الضالين، لأن المعنى يتغير. فالضالين هم الذين جلسوا تحت مكان له ظل، والضال هو الذي ضل عن الطريق المستقيم. طيب، ليس هذا الموضع موضع الكلام عن مثل هذا الأمر، ولكن أشرنا إليه إشارة. طيب، إذن عرفنا مخرج الضاد. والآن هناك من يقول أيضا أد. هذا نطق ماذا؟ نطق دال. إذا أراد أن ينطق ضاد فلا يقول أد ويلصق رأس لسانه فقط، يلصق هذا المكان، وإنما عليه أن يلصق اللسان بأكملها. هذا كله يلصقه بهذا المكان، فيقول أض ضا ضي ضو. الآن من الكلمات التي إذا قرأها القارئ وجد فيها مشقة، وهي كلمة فمن اضطر. والآن سنحاول بوجازة أن ننطقها، لأن هذه الكلمة حقيقة من درسنا. فمن اضطر انتبهوا، لا أقول فمن اضطر، خطأ. فمن اضطر تسعة. لا بأس.
9 9 9 9 9 عيدها. علامة الضاد الصحيحة أن تعطيها استطالة، فتقول ثمانيض 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 فمن اضطر. طيب إذا أردت أن تتمرس هذه الصفة، صفة الاستطالة، وهي الذي قلت لكم فمن، فعليك أن تتمرس دائما 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 حتى تسهل عليك. أما أن تحضر الدرس ثم تنصرف ولا تتدرب عليها فلن تستطيع أبدا. طيب، أخذنا أيضا الضاد المتحركة. إذا قلت ضاء فإن الهواء يخرج من يمين اللسان، من يسارها، ومن أمامها. ضاء ضاء ضاء. واضح؟ سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. طيب، اليوم نقف عند مخرج اللام. مخرج ماذا؟ اللام. من أين يخرج اللام؟ طيب، مخرج اللام من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. انظر، هذه أدنى الحافة، وهذه منتهى طرف الحافة. هذا المكان ماذا يسمى؟ منتهى الحافة. ومن هنا ماذا يسمى هذا المكان؟ أدنى الحافة. فاللام تخرج من أدنى الحافة إلى منتهى طرفها، إلى منتهى طرف الحافة، أو قل إلى منتهى الحافة. أدنى الحافة إلى منتهى الحافة. هذا المكان ماذا يسمى؟ من هنا إلى هنا، هذا يسمى أدنى، هذا يسمى أدنى، وهذا يسمى منتهى. إيش معنى منتهى؟ آخر، لكن لا يسمون آخر، وإنما يسمونها منتهى، منتهى الحافة. طيب، عندك هذا الدفتر، ما اسم هذا المكان منه؟ اسمه منتهى الحافة. ما اسمه؟ منتهى الحافة. هذه حافة يمنى وهذه حافة يسرى. ما اسم هذا المكان؟ منتهى الحافة. وما اسم هذا المكان؟ أدنى الحافة. أدنى بالنسبة لتقسيم اللسان إلى 3 أقسام: أقصى ووسط وأدنى، وهذا المكان منتهى الحافة. فانظر، اللسان إذا نطقت قل تجد أن رأس اللسان هذا ينطبق في هذا المكان. قل مخرج اللام مخرج يسير، مخرج سهل. هذا المكان
ينطبق في هذا المكان. منتهى أدنى الحافة إلى منتهى الحافة ينطبق أين؟ في الحنك الأعلى. في الحنك الأعلى. طيب، إذن من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. إلى منتهى طرفه. طيب، إذن وضح معنا مخرج اللام؟ وضح إن شاء الله. طيب، سهل جدا صح؟ طيب، اللام، الفرق بين اللام المفخمة واللام المرققة. المفخمة مثل الله، والمرققة مثل لا. انظر ما هو الفرق. الفرق في اللام المرققة قال يصاحب اللام المفخمة تقعر بوسط اللسان. معنى تقعر ارتفاع، يعني معنى التقعر هذه الصورة للسان ما اسمها؟ تقعر، اجتماع وانضمام. اللسان هكذا إذا رجعت إلى الخلف قليلا واستدارت، ما اسم هذا؟ يسمى تقعر. طيب، إذن يصاحب اللام المفخمة تقعر لوسط اللسان وتضييق في الحلق. انظر هذا الحلق، هل ضاق أو لم يضق؟ ضاق. طيب، وأما في المرققة فلا تتقعر اللسان ولا يضيق المخرج. انظر أيهما أوسع، هذا أم هذا؟ الأوسع في المرققة صح؟ هل ارتفع وسط اللسان في المرققة؟ هل ارتفع وسط اللسان؟ لا، لم يرتفع. ننظر إلى المفخمة، ارتفع وسط اللسان، تقعر، ضاق مخرج الحلق. نعم، إذن هذا هو الفرق. فتقول لا الحلق لا يتأثر بشيء ولا يضيق ولا يرتفع وسط اللسان، لكن الله طيب، الله هل تجد في حلقك تضيق؟ قل تجد في حلقك شيء صح؟ فيه يضيق. تجد اللسان ترتفع، وهل تجد ضيق في المخرج في الحلق؟ نعم. إذن الفرق شيئين بين المفخمة والمرققة. ما هما؟ من يرفع يده؟ من هو الشجاع؟ طيب، هذا يسمى تقعر لوسط اللسان وارتفاع. انظر هنا، هل ارتفعت اللسان؟ لا، وهنا مرتفعة. أحسنت. 2. أحسنت، حصل تضييق في ماذا؟ في الحلق. وفي اللام المرققة هل في تضييق؟ لا، الحلق مرتاح. لا، لله. طيب، إذن عرفنا الفرق بينهما، اللام المفخمة واللام المرققة.
طيب، مخرج النون. النون مخرجه سهل، لكن يحتاج منكم إلى تركيز، يحتاج منكم إلى تركيز. طيب، مخرج النون قال من طرف اللسان، وهذا معنى طرف اللسان، لم يقل من منتهى الحافة، لم يقل ذلك، لم يقل من منتهى الحافة، وإنما قال من طرف اللسان. هذا هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. هذه هي اللثة، تنظرونها تحت مخرج اللام بقليل، تحت مخرج اللام بقليل. طيب، ويصاحبها غنة من أين؟ من الخيشوم، هذا الخيشوم. ويصاحبها غنة من أين؟ من أين؟ من الخيشوم. طيب، هذه النون يصح أن تقول هذه النون، ويصح أن تقول هذا النون. فالحروف يصح تذكيرها ويصح تأنيثها، تقول هذا طاء وهذه طاء، هذا لام وهذه لام. طيب، قال من طرف اللسان، هذا هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللسان تحت مخرج اللام بقليل. اللام يخرج من هنا، أنتم تنظرون، طيب، اللام يخرج من هنا، من هنا يخرج هذا اللام وينتهي إلى رأس اللسان، فهذا المكان كله يخرج منه، من هنا يبدأ هذا المكان يخرج منه اللام، من هنا إلى منتهى الحافة، من هنا إلى منتهى الحافة. أما النون فمن أين يخرج؟ من طرف اللسان. إذن نحن نقول تحت مخرج اللام، تحت مخرج اللام، هذا اللسان، هذا منتهى حافتها، صح؟ طيب، هذا طرفها يخرج من هنا، ومن هنا يخرج اللام يخرج من هذا المكان كله، اللام يخرج من هذا المكان كله. أما النون فمن أين يخرج؟ من هذا المكان فقط. فنقول تحت مخرج اللام بقليل. طيب، تحت مخرج اللام بقليل. ويصاحب النون، ايش يصاحب النون؟ ماذا يصاحب النون؟ يصاحب النون غنة. طيب، ممكن واحد ينزل. طيب، ويصاحبها غنة من الخيشوم. نا، ني، نو، نا، نا. لسانك أين تذهب؟ نا، أين تذهب؟ رأس لسانك، طرف لسانك يذهب إلى اللثة. إلى أين؟ طيب، يذهب إلى اللثة وتنطق النون، ويصاحب النون غنة من الخيشوم، فتقول نا، ني، نو. وإذا أردت أن تعرف هل النون يصاحبها غنة أم لا، فعليك أن تمسك على أنفك، انظر، نا. فلما
يعني أغلقت الخيشوم، أغلقت أنفك، سمعت نو، صح؟ هنا حبست الغنة عن الخروج. نو، دي. إذن النون يصاحبها غنة من أين؟ انظر، كل الحروف باء تاء ثاء جاء حاء نا، عرفت الفرق؟ لا نا، لا نا، إذن يصاحبها غنة من أين؟ من الخيشوم. وفي الساكنة أشد، في الساكنة لا تستطيع أن تخرج النون أبدا وأنفك منغلقة أبدا. ولذلك الذي فيه زكام يعرفه المصلون مباشرة، يقرأ ويعرف المصلون أن الرجل إيش؟ مزكوم، يصل إلى النون الساكنة فتكون واضحة. انظر الآن في النون الساكنة، إذا أغلقت الخيشوم لا تستطيع أن تنطق النون، بينما تمسك أنفك في اللام ممكن. في العين انظر، أع، أخ، أد، لا تستطيع، أد، لا تستطيع أبدا. فيصاحب النون غنة من أين؟ وسبحان الله، هذه الغنة هي من الأسباب التي تجمل القراءة، التي تجمل إيش؟ القراءة. طيب، إذن الآن عرفنا من أين يخرج النون. ولذلك لو قال بعضهم ينطق النون يقول أن 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 أن، لا أنت مخطئ. لماذا؟ قل لأني درست في المخارج أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة. طيب، هل في شيء آخر؟ نعم، يصاحب النون غنة من أين؟ من الخيشوم. طيب، الآن ننظر النون. سمى العلماء الجزء اللساني من النون النصف المكمل. النصف ماذا؟ المكمل. وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. هذه يطول شرحها، لكن أعطيكم شيء يعوض عنها، ألا وهو اللام مخرجها يتكون من جزء واحد. العين، القاف، الكاف، كل الحروف. النون والميم لا. إذا قيل لك من أين تخرج النون؟ قل الجزء اللساني أم الجزء الخيشومي؟ لأن النون تتكون من جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي. فهي تتكون من ماذا؟ من هذين الجزئين، بدليل أنك لو أردت أن تنطق النون وأمسكت أنفك لا يمكن أن تنطق النون. أنطق نون ساكنة وأمسك أنفك. ارفع صوتك حتى يسمعك. هل استطاع؟ لا. هذا هو الجزء ماذا؟ الخيشومي. لو نقول خلاص إذن نأتي بالجزء الخيشومي دون اللسان، فنقول موجود غنة، لكن اللسان هل حركناها؟ لا. إذن النون تتكون من ماذا؟ من جزئين، جزء خيشومي وجزء لساني. طيب، النصف اللساني النصف المكمل، والخيشومي المكمل. يعني الخيشوم يعني الأساسي اللسان، الأساسي ماذا؟
والمكمل الخيشوم، بدليل أنك إذا أردت أن تنطق المتحركة ممكن أن تنطقها بصعوبة، فتقول نا، دي، نو، فهناك صوت النون، لكن الشيء المكمل والمجمل لها الغنة لم تنطق به. إذن عرفنا، لو أردنا أن نشرح لكم المكمل والمكمل فهذا أمر لابد أن نأتي بصيغة مستفعل وصيغة اسم الفاعل واسم المفعول، ثم نقول هذا معناه وهذا معناه، وقد يطول بنا المقام. مخرج النون سهل، يتكون من ماذا؟ ولذلك لو أتيت إلى بعض الكتب فقالوا النون تخرج من الخيشوم لا تستغرب، ولو قال لك بعضهم تخرج من اللسان لا تستغرب، ولو قال بعضهم لا هي تتكون من جزئين، جزء لساني وجزء خيشومي، فلتعلم أن هذا هو الصحيح في الكلام عن ماذا؟ عن مخرج النون. طيب الآن نحن في مخرج الراء. مخرج الراء يحتاج منا إلى تركيز، وهذا المخرج هو الذي يحتاج إليه كثير من الناس، ولذلك سبحان الله تجد الألفظ الذي يصعب عليه بعض الحروف قد ينتهي من كل الحروف الصعبة ويقف أمامه الراء ما يستطيع. يعني قد يكون عنده صعوبة باللام فينطقها في الصغر لا، وينطق السين ثين، وينطق الصاد صاد، لكن الراء إذا كان ألفظ قد تصاحبه إلى الكبر ما يستطيع، فتجد بعضهم لا يستطيع أن ينطق الراء أبدا. طيب فالراء هذا إذا عرفت مخرجها وكلفت نفسك فهي مثل الضاد، هي مثل ماذا؟ الضاد، سترتاح وستنطقها نطقا صحيحا. طيب مخرج الراء من طرف اللسان مثل ماذا؟ مثل النون، سنت من طرف اللسان، لكن انظر مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون، قريبا من مخرج النون. قلنا قريبا، ايش قلنا؟ قريبا. أما في الكلام عن اللام والنون فقلنا النون تحت مخرج اللام، قلنا في النون تحت مخرج اللام، أما الراء فهي قريبا من مخرج النون. طيب نريد أن نعرف ما الفرق بين النون وماذا؟ والراء. طيب قبلها سأعيد لكم لوحة، وأريد منكم أن تنتبهوا، سأعيد لكم لوحة مخرج النون. انظر رأس اللسان أين يكون؟ انظر اللثة الذي فوق الأسنان مباشرة، هذه اللثة. طيب وانظر الراء من أين تخرج؟ فوقها بقليل. سبحان الله سبحان الله، هذا المكان القليل يغير الحرف من حرف لآخر، فتقول أن أر، في تغير في اللسان من ناحية ارتفاع آخره ومن ناحية انخفاض آخره، في تغير، لكن في أصل مكان الاصطدام فالنون وماذا؟ النون والراء ايش؟ قريبة من بعض. طيب عرفنا مخرج الراء،
الآن سيشرح لنا شرح أدق عن مخرج الراء. طيب، قال: الفجوة التي يمر منها جزء الصوت عند نطق الراء، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرير المنهي عنه. انظر هذه الفجوة الصغيرة، أنت تراها؟ هي غير واضحة عندكم، عندي واضحة جدا. انظر هذه الفجوة، أنتم ترونها أو لا؟ ترونها؟ طيب، الآن أريدكم أن تنتبهوا معي. إذا نطقت الراء تصاعد هواء، يتصاعد هواء من أين؟ من هنا، يصل إلى اللسان ويريد أن يخرج. فأنت بين خيارين، أنت بين خيارين وثالث: خطأ، صح، خطأ. إما أن يتصاعد الهواء فتسمح للسانك بالارتعاد فتخرج أكثر من راء، يطلع الهواء فأنت تسمح للسانك أن يهتز فتقول أر. كم تنطق؟ بعدة راءات، أر. ولذلك بعضهم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فيرتعد لسانه نتيجة هذا الهواء. إيش نتيجة هذا الهواء؟ فيصل الهواء فتهتز اللسان، ثم يتولد منها أكثر من راء، أر. سبحان الله. والهواء هذا هواء ضر يتدافع، فتقول أر، ثم يأتي هواء أر، واللسان تتحرك بسرعة وتأتي بكم؟ بأكثر من راء، أر. كل ما اهتزت أتت براء، وهذا خطأ في القراءة. هذا إيش حكمه؟ خطأ. إذن هذه الراء خطأ. وعندك بعضهم لا، ماذا يعمل؟ يرفع اللسان ثم يغلق المخرج تماما، فتنحبس الراء، مثل أر. فيقول بعضهم: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يخرج هواء؟ لا يخرج، وينغلق المخرج تماما، فيقول أر. لا، الوسط وهو الصواب، انتبه إليه. يقول أر، دون أن نقول أر، لا، أر. فأترك هذه الفجوة، فجوة صغيرة يخرج منها الهواء، أترك فجوة صغيرة يخرج منها الهواء. طيب، إذن إيش يترجم؟ ها؟ تريد أن تطبق؟ ها؟ لا أدري ما تقول. إيش يقول؟ ها، تطبق أو تترجم؟ تطبق. طيب طبق، هات اقرأها. ائتي بها ثم هو. خلاص، سمعتها منك، يكفي عندك. ها؟ ارفع صوتك. انتبه أن تميلها إلى الضاد فتقول أرض.
لا. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفجوة لو أغلقتها اسمع كيف تخرج الراء. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ. ولو سمحت لها بالارتعاد اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ. إذن الصح أن أجعل اللسان بهذا الشكل ثم أفتح الفجوة اليسيرة لخروج الهواء، وهذه الصفة لنطق الراء هي الصفة الصحيحة. فإن أغلقت المخرج أدى هذا الأمر إلى التكرار المنهي عنه. الراء هناك صفة نقول لك إياك أن تكرر الراء، تقول ما هو التكرار؟ نقول لك هذا إياك أن تكرر الراء بهذا الشكل. طيب الآن عندكم ميك آخر إضافي، حتى لأن القارئ إذا قرأ الراء بصوت منخفض لا يتبين صحة الراء عنده، لكن إذا قرأها بالميك نسمع 100% الراء. الخليل بن أحمد هل تعرف أن مخارج الحروف هو الذي تكلم عنها رحمه الله؟ خرج يوما فقال أريد أن أتذوق الحروف حتى أجعل لها مخارج. قالوا يلا، فجلس يتذوق راء راء دي رو راء دي، ثم كتب تخرج من كذا تخرج من كذا تخرج، وعد المخارج رحمه الله. والآن العلماء بعده تبع له، إذا تكلموا عن مخارج الحروف فهم تبع لمن؟ للخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. طيب ما شاء الله أحسنت. طيب أبو أوفى يتولى. سنختار الآن شباب ينطقون الراء. يا شباب أسرعوا، نريد اليوم أن ننجز. طيب عندك اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. إذا أردت أن تعرف نطقك للراء فاقرأ بالتحقيق. اقرأ بماذا؟ بالتحقيق. العيوب للمخارج تظهر في مرتبة التحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أخطأت في الراء في التحقيق فالخطأ موجود. إذا أسرعت في الترتيل يمكن ألا يسمع السامع خطأك، لكن نريد ببطء. بسم الله، هذه ترتيل، أريد تحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرعت في الراء. الراء نطقها لا بأس جيد، لكن لا تسرع فيها وفخمها. أعد
بسم الله الرحمن الرحيم. نطقها صحيح، لكن نسبة تفخيمها غير صحيح. فالراء لابد أن تفخم. اسمع: بسم الله الراء. أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم عادية. أنا أريد أن نفخم. بسم الله الراء. طيب، إذا نكتفي. من نختار؟ أحسنت. الذي يرفع يده في مخرج الراء دليل أنه يريد تصحيحها. يريد ماذا؟ تصحيحها. يا انتقمنا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد، ما شاء الله. لكن أريد أن تجعلها بطيئة أكثر. أخبره إيش معنى بطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. ونسبة تفخيمها مثل نسبة الأخ. أريد نسبة أعلى. هي الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. ويحتاج إلى تمرس. من يريد يرفع يده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. كأن النون التي في الرحمن فيها شيء من الضم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك هاء لفظ الجلالة مكسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. أنت تقول بسم الله هي الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. أحسن من صاحبيك. طيب إمام، تفضل. الجانب هذا فقير جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء يا شباب لا تضم الشفتين عند نطقها. لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. خطأ. لأن الراء تخرج من اللسان، فلا دخل للشفتين فيها أبدا. بعضهم تقول له انطق الصاد، يقول أص. خطأ. انطق الراء، يقول أر. بسم الله الراء. هل الشفتين تنضم؟ لا. هي الراء. بسم الله الرحمن الرحيم. في ضم للشفتين، هناك ضم للشفتين قليل. طيب، من بعدها؟ من رفع يده؟ طيب، الأخ وهو الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. جيد. الموجود الآن عندكم أمر طيب، عدم التكرار. فلا تقول أر
ولا تغلق المخرج فتقول أط. فهذا القراءة جيدة، لكن تفتقر منكم إلى أمرين. الأمر الأول مراعاة التفخيم فيها، والثاني عدم ضم الشفتين، فلا تضم الشفتين. الآن أصبح كنا ندرس في المدارس بسم الله الرحمن الرحيم، ليش أضم الشفتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقول بسم الله غير صحيح. إذا وضحت؟ طيب يا شباب، الآن حتى الذي عنده قلة في التفخيم مثل الأخ والأخ، هذا الدرس ينفعكم. مقارنة بين الراء المفخمة والراء المرققة. الراء المفخمة فيها تقعر لوسط اللسان، انظر، وتضييق في الحلق، هذا الحلق انظر كيف تضيق، واضح التضيق؟ واضح. انظر في المرققة ليس فيها تقعر، هذا التقعر اجتماع واستدارة. هنا ما اسم هذا الآن؟ وضع اللسان وضع عادي، وانظر مخرج الحلق واسع أو ضيق؟ واسع. فإذا أردت أن تنطق حال النطق الله الله الله، تجد تضيق في الحلق وتجد ارتفاع في اللسان. انظر الآن، أعدها. أحسنت. إذن محط الأمر إذا عرفت كيف يكون حال اللسان، ترفع اللسان، ثم ماذا تعمل؟ ثم تضيق الحلق. أبو أوفى حفظه الله سيستفيد الآن من هذا، لأنه قرأ البقرة ونصف آل عمران، ونحن في صراع مع الراء، ففي أيدينا حربة وسيف وقتال رهيب جدا، وما خلصنا إلى هذا المخرج. إذن هذه المقارنة ستستفيد منها. انظر، ارتفاع، تقعر، وتضييق في المخرج. هنا عدم تقعر وعدم تضييق في ماذا؟ في المخرج. انطق راء مفخمة. الميك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، أعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، تحسنت جدا، لكن أريد أن تقرأ بالتحقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو التمطيط. التحقيق أن تقرأ ببطء دون تمطيط، فإذا دخلت طور التمطيط أخطأت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، جيد جدا. طيب، الآن مخرج الطاء والدال والتاء. مخرج الطاء والدال والتاء. انظر الدال من أين يخرج، وانظر التاء من أين تخرج، ثم الطاء. الدال والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا،
هذا هو طرف اللسان، وهذا هو أصول الثنايا. ماذا؟ أصول الثنايا العليا. أصول الثنايا العليا تخرج الدال والتاء. قل أد دون قلقلة. أد أد أد. تجد لسانك ترتفع إلى أد، إلى أصول الثنايا العليا. هذه الثنايا أنتم ترون الثنايا، هذا يعني السن هي الثنية. طيب، وتنظر أن الدال تصطدم أو تلتصق بأصولها. إيش معنى أصول؟ هذه السن. النون قلنا تخرج من اللثة هي اللحمة والعظم الذي فوق السن. أما الدال والتاء فيصطدم في الأصل يضم بعض السن ويضم بعض اللثة. أنتم معي؟ فتقول أد أد. طيب، لماذا لم يقل الثنايا العليا فقط؟ الثنايا العليا لو قلت أد خطأ، وإنما الأصول، فنريد أن نحدد المكان. أين المكان؟ الأصول. هذا المكان هو أصول ماذا؟ أصول الثنايا. انظر مخرج الطاء من نفس المخرج، لكن هناك فرق. من يعرف هذا الفرق يرفع يده. أحسنت. التقعر 1 2. أحسنت. تضيق في لسان المزمار. انظر، تقعر في اللسان وتضيق في الحلق، وهنا عدم تقعر في اللسان وعدم تضيق في الحلق. بمعنى انظر كيف أقارن وأستطيع أن أرفع وأعرف كيف تكون حالة اللسان. دا دا دون أن تكرروا معي. دا 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 تا دا تا دا تا نفس المخرج. دا تا نفس المخرج. طيب، دا طا دا طا، لا تكرروا. أد أط أد أط أد أط أط أد أط أد أد أط، من نفس المخرج، لكن اللسان يتقعر ويرتفع ويحصل تضيق في المخرج. الآن نفتح لكم المجال حتى تتذوقوا الدال والطاء. انطق الدال، انطق. تعرف أن اللسان لا تتقعر، لا ترتفع، الحلق لا يتضيق. أد أد أد، ثم أط أد أط، ثم تقارن بينهما فتجد أن اللسان ترتفع. أط 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 أط. انظر حتى منظر الحلق كيف يرجع إلى الخلف. أط أط أط، يرجع إلى الخلف. هذا هو الفرق بينهما. يلا. أد 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 أط أد أط أد أط. يحصل للسان ما ترى هنا، فيتقعر وسطه ويتضيق الحلق فيه. هذا مخرج الطاء والدال والتاء. طيب، ابن الجزري رحمه الله يقول، وهذه الأبيات جميلة جدا في مخارج الحروف في منظومته المعروفة بالجزرية. قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. للجوف ألف وأختاها وهي، حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء.
أدناه غين خاؤها، والقاف أقصى اللسان، فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا. الضاد من حافته إذ وليا. طيب، ثم قال ننتقل: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا. الطاء والدال والتاء منه من اللسان ومن عليا الثنايا. معنى عليا الثنايا الثنايا العليا أصولها. طيب، مخرج الصاد والسين والزاي، وبه نختم. مع أن مشكلة كل من أسمعه يقرأ هنا تجد عنده مشكلة في الصاد، وإلى الآن لا يوجد أخ قرأ وأجد الصاد عنده سليمة إلا واحد ممن سمعته يقرأ عندي، أبو خالد ما شاء الله يقرأها سليقة صحيحة. الأكثر تقول له انطق الصاد، يقول أس، أو يقول أس، يعمل نفسه أنه يريد تفخيمها ويخرجها سين. قل له طيب انطق سين، يقول لك أس. قل له انطق صاد، يقول أص. لا يقول أص، وإنما يقول أس، فينطقها إيش؟ سين كمان. طيب، مخرج الصاد والسين والزاي، انتبه من أين تخرج هذه الأحرف. انظر اللسان أين هي؟ انظر اللسان. كنا نتكلم قبل قليل عن اللسان مع عليا الثنايا، الآن نتكلم عن اللسان مع الثنايا السفلى. قال: تخرج السين والصاد والزاي من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. مع أين؟ أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. انظر، هذه السن تسمى من الداخل صفحة الثنايا. ماذا؟ لا تشغل نفسك الآن بالتطبيق تظل لا، ما شاء الله الصفير في الحلقة زاد، لا تشغل نفسك. انظر وافهم معنى مخرج حروف الصفير الثلاثة. هذه السن السفلى وهذه العليا. اللسان تصطدم بهذا المكان في صفحة الثنايا السفلى. قال: فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. اللسان عندما تصطدم بالثنايا السفلى يأتي صوت فيمر بين الأسنان العليا والسفلى، فبسبب مروره في هذا المكان الضيق يحصل صوت الصفير. هذا الصوت بهذا السبب. ما هو سببه؟ أن تصطدم اللسان بصفحة الثنايا السفلى، ثم يظل مكان بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، فيخرج من هذا المكان الضيق ضيق جدا يخرج هذا الصوت الصفير. ولا انتبه، لا يخرج بانطباق، لا تقول إذن خطأ، لا تطبق الفك تماما خطأ، وإنما تجعل فرجة الآن نتذوق الحروف. لا تطول فتقول لا، قل أين ذهب لسانك؟ أحسنت. إذن انظر، هذا اللسان بس بسبب الخطوط السوداء لا يتضح المكان بالتحديد. هذا هو. انظر اللسان أين الصدم،
هذا اللسان، انظر أين اصطدم، ثم خرج منه، إيش خرج منه؟ خرج منه هذه الصفة. طيب، إذن من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والثنايا إيش؟ السفلى. طيب، من يقول لي ما الفرق بين السين والزاي والصاد؟ بالنسبة للسين والزاي متفقة، فتقول أز أس أز أس أز أس أز أس. إذن بقي معنا الصاد. الصاد هو الذي نريد أن نقول لكم إذا عرفتم تشكيلة الصاد فستنطقونه صح، وينتبه لذلك رشيد. طيب، يحصل ارتفاع لمؤخرة إيش؟ اللسان، أو نقول لوسط اللسان، وتضييق أين؟ في الحلق. أص أص. تجد أن الحلق يعود إلى الخلف، وأن آخر اللسان إيش يحصل له؟ يرتفع. أص أص. لا تطولون الصفير، لا تقول أص، خطأ. أص أص. رشيد، أعطوا الميكروفون رشيد. لاحظ يا رشيد أن اللسان يرتفع وأن الحلق يضيق، وملاحظ أن هذا المكان يعود إلى الخلف. هذا المكان يرجع إلى أين؟ إلى أين يرجع؟ إلى الخلف. تفضل. أريد أن تحكموا، هل هذا سين أو صاد؟ أعد. لا، نريد صاد. أس. ارفع لسانك وضيق الحلق. أحسنت. إذن سبحان الله، البقرة بأكملها كل صاد نمر عليها ونقف. بمجرد أن يعرف الشخص المخرج على الشاشة الضوئية واللوحة التوضيحية، يعرف المخرج فيرفع لسانه ويضيق حلقه ويخرج من الإشكال. أعده. أص أص أص. بقي شيء، ضيق الحلق. أص أص أص. من يرفع يده لينطق الصاد؟ بقي عندك الآن 9.5/10، بقي نصف واحد. أص أص أص. أص. 10. ما شاء الله، جيد. يا شباب ابدأوا، أصواتكم تشغل القارئ. أص أعد. أص جيد. أص. أص. لو أنك ترفع اللسان أكثر. أحسنت. أص أص. أرفع وسط لساني بهذا الشكل، انظر انظر، وأضيق الحلق. أص أص. طيب، أص. أعد. أص. الميكروفون أبعده قليلا. أص أص. أص. طيب، الآن أريد منكم أن تقولوا لي سأنطق صاد خطأ وصاد صحيحة وصاد سين. طيب، سأقرأ صراط، صح أو خطأ؟
صراط. لماذا؟ نطقتها سين. طيب صراط. طيب صراط نفسها. طيب صراط. طيب خطأ. بس أمامكم، وإلا من الداخل لارتفع آخر اللسان ولا تضيق الحلق. لا، لم أنطقها إلا سين. طيب إذن عرفنا الفرق بينهما. غدا إن شاء الله نكمل مخرج الضاء والذال والثاء، وقد وصلنا إلى آخر ضغط المخارج، وبعدها ننتهي من اللسان، بعدها الشفتين، ويخرج منها الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. ما بقي عندنا بإذن الله إلا أحرف قليلة. نسأل الله سبحانه بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على فهم الدرس وتطبيقه على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما الفرق بين طرف اللسان وبين أدنى الحافة للسان؟ طيب جيد. عندك السبورة؟ لو حتى يتم هنا وضعها. قلم. طيب هذا اللسان، هذا المكان جذر اللسان، هذا المكان أقصى، هذا المكان وسط، هذا المكان أدنى، هذا المكان منتهى، هذا المكان منتهى. الأخ يسأل ويقول: عندنا الآن نريد الفرق بين أدنى وبين طرف، لأن النون أن يخرج من طرف اللسان، واللام يخرج من أدنى إلى منتهى. نقول له النون يصطدم هذا المكان فقط، يصطدم هذا المكان فقط. فماذا نقول؟ لا بأس. هل تسمعون أنتم كلكم؟ لا، لن تستفيد منه أبدا. طيب إذن عرفنا الذي يصطدم في النون هذا المكان الذي يلاقي اللحم ويلاقي اللثة، ما هو؟ هذا المكان، فيسمونه طرف. فمن أين يخرج النون؟ تقول من طرف اللسان. أما اللام فالمكان الذي يصطدم هذا كله. فلو قلت لي من طرف اللسان أقول لك مخطئ، هذا المكان ليس لا يسمى طرف. تقول لي طيب ماذا أقول؟ أقول لك قل من أدنى الحافة إلى منتهى. هذا المكان يسمى أدنى، وهذا المكان يسمى منتهى، وهذا يسمى أدنى وهذا منتهى. إذن من أدنى الحافة إلى منتهى طرفها أو إلى منتهاها. أحسنت. منتهى هو نفسه طرف اللسان، وهو نفسه طرف اللسان.
لكن الفرق بين كلمة طرف اللسان ومنتهى. اللسان بهذا الشكل، هذا الرأس يسمى منتهى، أي المكان الذي ينتهي من طرفه، المكان الحد فيه ايش يسمى؟ منتهى. هذا المكان منتهى، هذا المكان اسمه منتهى. حافة، حافة، منتهى الحافة. طيب، وهذا يسمى طرف. ايش يسمى؟ طرف. فالمنتهى المكان الحاد، والطرف هذا المكان. إذن عرفنا ايش الفرق بين المنتهى؟ فاللام في تعريفه، وهذا من علامة الذكي. الطالب الذكي أن إذا سئل عن اللام من أين يخرج النون، يقول له مخرج النون من طرف اللسان. يقول له واللام نجد أن اللسان هكذا، صح؟ طيب، فيقول له تعبير جميل من هذا اسمه أدنى، من أدنى الحافة إلى منتهاها، أي هذا المكان وهذا المكان إلى منتهى. خلاص، يعني الآن عرفنا. فلا يظن ظان أنه من أدنى يستمر إلى وسط اللسان. هل المخرج سيستمر إلى وسط اللسان؟ لا. فكلمة أدنى تحدد لنا هذا المكان، وكلمة منتهى تحدد لنا هذا المكان. طيب يا شيخ، الراء هذه الراء، أيوه، الراء دي لما تخرج حصل للسان اهتزاز، شيء من الاهتزاز. طيب، بعض الناس ولد نقص اللسان، يعني طرف اللسان ما يقبل الاهتزاز بالكلية، ما يفعل. سبحان الله، موسى عليه السلام كان كذلك. موسى عليه السلام ماذا قال فرعون عليه؟ قال ولا يكاد يبين، يعني الفظ. ولذلك قال موسى عليه السلام كما أخبر الله على لسانه: هارون أحسن أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فهو أفصح لسان من هذه الناحية. فموسى عليه السلام كان فيه هذا. لا تستطيع الخلقة، لا تستطيع تغييرها. لكن نحن نقول الآن هذا الدرس الراء وتعريفه وتمحيصه لمن يستطيع تغييره، لكن ليس ذلك على الله بعزيز. الدعاء سلاح قوي جدا، ونعرف من القراء من يقرأ ويقرئ. أنا بعض مدرسي عندي إجازة من أخ راءه مثلك، يقرأها بهذا الشكل خطأ، ويقرأها خطأ، لكن ليس عيبا. الخلقة ليس عيب، وممكن أن يصير الشخص مقرئ وأن يصير أستاذ ومدرس وفيه هذا الأمر، ولا ينحرج. في واحد من الشباب مثل هذا الموقف حصل، وأنا أعرف أن الرجل اختاره لأن الرجل في عنده ثقل في الراء. فالأخ كان يقوم يتكلم فيتجنب الراءات. ايش يتجنب؟ الراءات. ولذلك يذكر أن خطيبا من الخطباء في العصر القديم جاءوا إليه ونسيت اسمه، لا إله إلا الله، من؟ عمرو بن عبيد لربما. فقالوا له أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء يشرب منه الفقراء، كم في ذلك راء؟ فقال مباشرة: بعث الخليفة بثقب في الجادة يأخذ منه أهل الفقر. كم في ذلك؟ ما فيش ولا راء. فسكتوا. كان يخطب خطبة كاملة بلا راء، وبعضهم هكذا نجده، وهذا أمر غير صحيح. لا تتكلف حتى في الصلاة، اقرأ. الخلقة ليس عيبا، العيب هو الجهل، أن لا تعرف المخرج ثم تنطقه نطق خاطئ. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
mana ambil? Google lah. Mungkin ada. Di download dari Google. Boleh. Kirim email lah. Mana cara? Mau